مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ الثلاجة فيها مية قال انا جعان. طب ادور على فكرة فيديو، فجت في دماغي فكرة فيديو جامدة اوي. هو ليه الدوري المصري من سيء لأسوأ؟ وليه ما عندناش كورة في مصر؟ كل ده يا صديقي بسبب تدمير البنية التحتية ودخول مرض الوسطى. فمن غير كلام كتير، كوباية الشاي بتاعتك وحضر لي دماغك، نبدأ الفيديو بتاعنا. لايك سبسكرايب ويلا بينا. يلا يلا يا ياسر سمع عمو. على الساعة 7 الصبح كده قمت حضرت طقمية محمد صلاح بتاعتي، وأنا في دماغي رايح على الاختبارات إني هختبر من هنا وهقبل من هنا، اختبر من هنا وهبقى محمد صلاح أو عمر مرموش التاني. يا فرج الله، وصلنا النادي. أول ما وصلت النادي كده رحت قاطع الاستمارة بتاعتي اللي سعرها حوالي 100 جنيه. اضرب بقى 100 جنيه في 100 لعيب في الفئات السنية المختلفة. ده يوميا بس النادي بيدخل فلوس بالهبل من الاختبارات دي. رحت قعدنا قد ساعة برا، المدرب راح ندم علينا: تعالى يا ابني انت وهو. نزلنا 5 دقايق بس كده يا ابني، اطلع يلا. اللي انا مستغرب له بقى انه كيف عرف يقيم اللاعب، عرف كيف يقيم مستوانا في 5 دقايق بس. ولكن يا سيدي مش بيكون الهدف اختيار الموهبة، الهدف هو جمع الفلوس اكتر. يجي بقى بعض السماسرة واللي هم المدربين بيشوف الولد الحريف وبيتصل بابوه ويقول له بكل بساطة: شوف يا حاج، ابنك ده مستقبل، بس علشان يروح نادي انت لازم تدفع، لازم كاش. الاب بيدفع عشان عشمان في ابنك يشوفوا حاجة، والمدرب بياخد الفلوس ولا مين شاف ولا مين دري، وبيودي الواد نادي بدون هوية ولا بيشوف وش المدرب ده تاني. طيب خلاص عدينا الناشئين، نروح بقى للفريق الأول. الصفقات الفاسدة، الصفقات اللي بتدمر ميزانية النادي. تقول لي ازاي؟ اقول لك الصفقات دي مش بتتم عن طريق الاحتياج الفني، لا دي بتتم عن طريق العمولة. السمسار اللي هو المدرب بيجيب لاعب مستوى ضعيف، يعني بالمعنى البلدي كده فاقد لكل اساسيات الكورة، ولكن اللاعب ده بيكون ابوه معاه فلوس، يعني دافع ليه مصلحة جوه النادي، لمصلحة مع المدرب، يدخل النادي ده بالواسطة، وده اللي بيحرمنا اننا نشوف كورة في مصر. تقول لي ازاي؟ اقولك لما اللاعب الموهبة يشوف ده بيحصل قدامه هيحصل له انهيار. لما يشوف واحد مش بيعرف يلمس الكورة لاعب عليه اساسي، وده اللي بيحرمنا من اننا نشوف كورة حلوة في مصر. ده اللي بيدمر البنية التحتية بتاعتنا، ده اللي بيدمر قطاع الناشئين. نيجي بقى لنتيجة العك اللي بيحصل ده. مين الضحية؟ هو لك الضحية هو انا وانت، والجمهور اللي بيدفع تمن التذكرة علشان يتفرج على كرة مملة. أكيد لك كلامي ده، هقولك ازاي. المنتخب للشباب بتاع مصر عمل ايه في كأس العالم تحت 17 سنة؟ ما عملش حاجة، خرج بكارثة. نيجي بقى في ظل ان منتخب المغرب للشباب برضه بيفوز بكأس العالم. ليه؟ لانه مبني على اساس اكاديمية محمد السادس، بتطلع نجوم، وده اللي قدر يخليهم ياخدوا كأس العالم. تعالى بقى نشوف دور الإعلام المصري في الموضوع. الإعلام المصري اتكلم وقال إيه؟ تعالى بقى شفت تصريحات لكابتن رضا عبد العال بيتكلم وبيقول: جبت كل المسابقات من اول ال 14 سنه ولا ال 13 سنه لغايه ال 20 سنه وضربتهم في الخلاط مش طلعوا لك 2 لعيبه. هنا كابتن رضا عبد العال يقصد إن الموضوع ماشي بالحب والكنتالوب. فتعالى بقى نشوف كابتن عمرو أديب قال إيه عن الموضوع ده. عايز ابتدي كلامي النهارده عن الكوسه الواسطه السوبيه. ده كان رأي الإعلاميين المصريين في الموضوع، وأنا أتفق معاهم بنسبة 100%. بس كده فيديو النهاردة يكون خلص، ولكن حابب أنوه على حاجة مهمة جدا جدا جدا. في الفيديو ده أنا بتكلم في فيديو رأي عام، وأنا بوجه الفيديو لأي شخص معين. بس كده لو عجبتك الحلقة النهاردة ما تنساش لايك الجميل، سبسكرايبك، واكتب لي تعليق يحفزني علشان الدعم ده بيفرق معايا جدا جدا. واكتبوا لي فكرة الحلقة الجاية. بس كده، السلام عليكم.